بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك جرب 50 جرام من البن الحبشي على 50 جرام هند ارابيكا على 50 جرام اندونيسي على 50 جرام كولومبي. مش عارف عايزها محوج ولا ساده، بس تعالى نحوجها له برده بالمره. فهناخد 50 جرام من ملك الريحه هو البن الحبشي، وابتدى هنا بريحه القهوه. بعدها اخد 50 جرام من البن الهند الارابيكا، وعلى ما اعتقد هنا هو عايز القهوه كلها يكون طعمها كده طعم الشوكولاته، فخد 50 جرام هند ارابيكا. بعدين راح خد 50 جرام من البن الاندونيسي عشان يظبط له الوش والقوام بتاع الخلطه، فنحط 50 جرام من البن الاندونيسي. هنا قال لك ايه بقى؟ 50 جرام من البن الكولومبي. انا مش من الناس اللي بترجح الكولومبي مع الحبشي، بس بصراحه من كتر التعليقات اللي انتوا علقتوها والخلطات اللي انا عملتها وراكم وطلعت خطيره هجربها برده. 50 جرام من البن الكولومبي بصراحه هو عايزها محوج ولا ساده، بس تعالى نحوجها بالمره عشان الناس اللي بتحب القهوه المحوج. هناخد 10 جرام من الحبهان، وبعدين هضيف لها شويه قرنفل وشويه ورد خفاف بيخلوا ريحه القهوه حلوه، وانا بحبهم في القهوه عن نفسي. بعدين هروح اخد واحده من جوز الطيب. اخر حاجه عود من الجنسنج هيديله طاقه وباور. هننزل بالكلام ده كله في مطحنتنا، وبعدين نروح نجربه. فتعالى نروح نطحنه ونجربه ونقول لكم راينا. زي كل مره هناخد معلقتين. معظمكم عارف ان انا بشرب القهوه على الريحه، ويا جدعان السكر ما بيعملش حاجه في القهوه الا لو كان كلم حد من الكيفه اللي قوي دول وقال له ان هو بيشتكي له بقى، ونقول له ان انا ايه زعلان ان انا بتحط على القهوه والكلام ده. هنحط ميه نص الكنكه بالظبط، وبعدين هنقلبها. هننزل بيها على النار، وبعدين هنكمل الكنكه بقى. ما قهوتنا استوت كده، تعالى نفرغها مع بعض. يا جدعان ريحه الحبشي ظاهره جدا. ريحه القهوه من الحاجات اللي انا بحبها جدا في اي قهوه، هي ريحتها. طعمها ده ايه الجمال ده يا اسطى؟ بجد انت معلم. يعني انا من قليل جدا اللي بقتنع من الحبشي مع الكولومبي، بس هي في الميكس ده لايقه قوي قوي قوي، تستحق انتوا تجربوها بجد. وانا علاء فوده. ما تنساش تقول لي في الكومنتات ايه التوليفه اللي انت بتحبها.